علشان تقدر تمشي في تالتة ثانوي صح وتقدر تستمر للنهاية وتوصل لحلمك، لازم تكون عارف ازاي هتمشي صح في السنة دي وازاي تتعامل مع العقبات اللي هتواجهك. والمشكلة الكبيرة انك انت مش فاهم السنة دي صح ومش عارف تتعامل معاها ازاي. فسواء انت داخل تالتة ثانوي او بالفعل فيها، فالفيديو ده هيوضح لك حاجات كتير وهيفهمك ازاي تمشي في السنة دي صح. وكمان هقول لك ايه المبادئ والخطوات اللي لو مشيت بيها هتريحك كتير وهتفرق معاك. فكبر الشاشة واسمع الفيديو للنهاية، لان صدقني الفيديو ده هيفرق معاك 180 درجة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة رحلة الإنتاجية. نبدأ الحلقة بسؤال مهم جدا، وهو ما هي حقيقة تالتة ثانوي؟ بص يا صديقي، تالتة ثانوي ديت مش سنة صعبة، ولكن هي بس محتاجة شوية تركيز وتخطيط. طب أنت بتقول إن تالتة ثانوي دي مش صعبة، طب أمال إيه اللي بيحصل وبنشوفه في وسط الطلاب ده؟ بص باختصار، اللي بيصعب السنة دي حاجة واحدة بس، وصدقني الحاجة دي مش المنهج، لأن المنهج تقدر تذاكره وتجيب فيه مجموع عالي، ولكن اللي بيصعبها هو الضغط النفسي. أيوه زي ما سمعت كده، الضغط النفسي ده لو قدرت إنك تتغلب عليه هتعيش السنة ديّة بسلام، وهتعدي بسرعة ومش هتحس إنها صعبة خالص. طيب علشان تحل المشكلة دي لازم تعرف إيه سببها، فالسؤال هنا إيه هو السبب اللي بيولد الضغط النفسي؟ أحيانًا الضغط النفسي ده بينشأ من 3 حاجات أساسية، وهُم كالتالي: توقعات الأهل وضغطهم عليك عشان تجيب مجموع عالي، أو رغبتك أنت في إنك توصل لمجموع معين أو كلية معينة، فده بيبقى ضغط عليك برضه. والحاجة التالتة وهي التراكمات. ال3 حاجات دُولة بيتعرّض ليهم أي حد داخل تالتة ثانوي، وهُم اللي بيسببوا الضغط النفسي للطالب، وهُم اللي بيخلّوه يحس قد إيه السنة دي صعبة وقد إيه هي تقيلة. فعلشان تعدّي تالتة ثانوي من غير ما يحصل لك كل ده، لازم تلاقي حل لل3 حاجات دول. فتعالوا نمسكهم واحدة واحدة ونتكلم عن كل واحدة لوحدها. أول حاجة توقعات الأهل وضغطهم عليك علشان تجيب مجموع عالي. مبدئيًا لازم تعرف إن أهلك دول عايزين يشوفوك أحسن حد في الدنيا، مفيش حد هيتمنى إنك تبقى أحسن منه أو أفضل منه غير أبوك وأمك، فما تزعلش لما تلاقي كل شوية حد منهم يقول لك قوم ذاكر، أو أنا عايزك تطلع الأول، أو أنا عايزك تجيب مجموع عالي، أو عايزك تخش الكلية الفلانية. هو بيعمل كده من عشمه فيك إنك في نهاية السنة تفرحه، وإنه فعلًا عايزك تعمل اللي عليك، بس هي دي طريقتهم في التعبير. فعلشان كده أنت لازم تتقبل منهم ده. يعني مثلًا قُل لهم حاضر، أنا لسه مخلّص مذاكرة هارتاح شوية وهاقوم أكمّل. حاول تتعامل مع الموضوع عادي، وكل أمّا حد يكلّمك في حاجة اعرف إنه بيكلّمك علشان مصلحتك، وصدّقني هُم لو شافوا منّك إنّك بتعمل اللي عليك وبتعمل كل اللي مطلوب منّك، هيتمنّوا إنّك أنت تستريّح شوية، وهُم اللي هيطلبوا منّك إنّك تقعد تستريّح وتبطّل مذاكرة، وكمان هيفرحوا بيك أوي، ومش هيفرق معاهم النتيجة أيًا كانت، لإنّهم شافوك بتعمل اللي عليك. فكده اتفقنا إزاي تتعامل مع أهلك. الحاجة التانية رغبتك أنت إنك توصل لمجموع معين أو كلية معينة. بص مش وحش إن يكون ليك هدف معين وحلم معين وأنت عايز توصله، بل بالعكس ده شيء كويس جدا، وهو اللي هيكون الحافز ليك إنك تذاكر وتعمل اللي عليك عشان توصل لهدفك. ولكن الوحش إنك تتصرف مع حلمك ده بطريقة غلط. بص يا صديقي، لازم تفهم ويكون عندك إيمان إن ربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق كلها قبل ما نتولد وقبل ما نكون موجودين في الدنيا دي. وكمان ربنا سبحانه وتعالى كتب لك رزقك، والدليل على كده إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث نفخ الروح: فيرسل إليه الملك فيؤمر بأربعة كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد إلى نهاية الحديث. فالفكرة إن ربنا سبحانه وتعالى كتب رزقك وكتب عملك، ورزقك ده اللي هو منه نتيجة الثانوية، سواء ثانوية عامة أو ثانوية أزهرية. فأنت رزقك كده كده مكتوب ومجموعك مكتوب. وكمان مش بس رزقك ده، كمان عملك هتشتغل إيه بعد كده. ربنا سبحانه وتعالى كتب لك عملك ده، سواء هتشتغل دكتور أو مهندس أو مدرس. فلو أنت مكتوب لك إنك تشتغل دكتور هتلاقي نفسك دخلت كلية طب، ولو مكتوب لك إنك تشتغل مهندس هتلاقي نفسك داخل كلية هندسة، ولو مكتوب لك تشتغل مدرس هتلاقي نفسك داخل كلية تربية. فهي ديّة حكمة ربنا سبحانه وتعالى. طب هل معنى كده إن بقى بلا مذاكرة بلا بتاع وكده كده رزق مكتوب ومش هاخد غيره وكده كده مجموع مكتوب، فأنا ما اذاكرش وكده كده مجموعي هييجي لحد عندي؟ المنطق ده غلط تمامًا. بُص، أنا عايزك تعرف إن تعبك ده مش هيضيع خالص، وكل ما تتعب أكتر كل أمّا العوض هيبقى أكبر. طيب إزاي برضه؟ المثال اللي هاقوله لك دلوقتي ده هو اللي هيوضح لك كل حاجة. تخيل معايا إن في 2 في تالتة ثانوي، واحد عمّال بيذاكر طول السنة وبيعمل كل اللي عليه، وواحد تاني ولا بيذاكر ولا بيفتح كتاب ولا باصص لأي حاجة أصلًا. وفي آخر السنة اتفاجئنا إن اللي كان بيذاكر وطلعان عينه لقيناه داخل كلية تربية، واللي كان مقضّيها طول السنة لقيناه داخل كلية طب.
فأنت من وجهة نظرك الضيقة أنت شايف إن كده ما فيش عدل، وإن اللي ما ذاكرش هو اللي دخل طب، وإن اللي ذاكر هو اللي دخل تربية، ولكن في الحقيقة إنك لو بصيت لنهاية القصة هتعرف إيه الفرق. اللي دخل تربية دوّة ربنا كتب له إنه ينجح في المجال ده، ولمّا اشتغل مُدرِّس بقى من أقوى المُدرِّسين المعروفين في المادة دي، فربنا سبحانه وتعالى عوّض له تعبه في المكان ده، مع إنه لو كان دخل طِب كان ممكن يبقى دكتور فاشل وما ينجحش في حياته خالص، بس لمّا دخل تربية ربنا سبحانه وتعالى عوّض له كل التعب ده. أمّا اللي دخل طِب اللي هو الشخص التاني اللي ما كانش بيذاكر ولا بيعمل أي حاجة، ما عرفش إنه يذاكر المصطلحات الطبية ولا عرف إنه يركّز في الكلية ولا عرف يعمل أي حاجة، فكانت النتيجة باءت بالفشل. وساب الكلية وراح كلية تانية وضيّع سنين من حياته، فلمّا بصّيت لباقي القصة لقيت إن اللي تعب فعلًا ربنا عوّض له تعبه في مجال معيّن، واللي ما تعبش ربنا سبحانه وتعالى ما كافئهوش بأي حاجة، فأنت اتعب وكُن على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيعوّض لك تعبك دوّة أيًا كان. فأنت يا صديقي حُط قدّامك هدف معيّن واسعى علشانه واتعب علشانه، جات الكلية اللي أنت عايزها خير وبركة، ما جاتش خير برضه، وأنت مش هتعرف إن ده خير غير لمّا تشوف الصورة كاملة بعد كده. وكمان عايز أفكّرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمّا قال: "إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها." اللي أنا عايز أسأله هنا، بما إن القيامة بتقوم وكل الناس بتموت، طب ليه أغرس الفسيلة؟ مين اللي هيستفيد منها بعد كده؟ لما الفسيلة دي تكبر وتبقى شجرة، مين اللي هيستفيد منها ولا مين اللي هياكل من ثمارها؟ الفكرة هنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا عقلية السعي، إن إحنا نسعى ونغرس الفسيلة، طب إيه النتيجة؟ ماليش دعوة بيها، فأنت يا صديقي كذلك اتعب طول السنة واعمل اللي عليك ومالكش دعوة بالنتيجة دي خالص، النتيجة دي لربنا سبحانه وتعالى بس. أنت مكلّف بالسعي وبس. طيب كده اتكلمنا عن الحاجة التانية، نخش بقى على الحاجة التالتة اللي بتسبب ضغط نفسي وهي التراكمات. دي الحاجة المشتركة اللي بيقابلها كل اللي دخل تالتة ثانوي وكل اللي هيخش تالتة ثانوي، فإزاي بقى تتخطاها علشان تتفادى الضغط النفسي اللي ممكن ييجي لك بسببها؟ بُص، التراكمات ديّة هي أصعب وأكبر ضغط نفسي في تالتة ثانوي، بل إن بعض الطلبة لمّا التراكمات دي بتزيد عليهم بيوصل بيهم الموضوع إنهم يأجلوا السنة أو ما يخشوش الامتحانات لأنهم خايفين. طب عايزين بقى نعرف إزاي نتفادى التراكمات دي. مبدئيًا أنت لازم تفهم إنك مش هتفضل ماشي طول السنة ديّة مستقيم تذاكر من أول يوم فيها لآخر يوم فيها، لأ، لازم تعرف إنك هتمُر بلحظات ضعف وأيام مش هتفتح فيها الكتاب خالص، بل إن الأيام دي ممكن تبقى أسبوع كمان. الأيام دي إما إنك تستسلم ليها واليوم يبقى 2 و3 و4 و5 وتخش في دوامة الإحباط واليأس ويوصل بيك الموضوع إنك ممكن تأجل السنة أو تقسّمها، أو إنك تتغلب عليها. أيوه أنت تعبت يبقى أقف وخُد نَفَسك، خُد أسبوع أجازة من المذاكرة كلّها، المهم تكون عارف بداية الأسبوع دوّة ونهايته، بحيث أمّا الفترة ديّة تخلص يبقى خلاص أرجع لمذاكرتي تاني، بس أنا خدت الأسبوع دوّة علشان آخُد نَفَسي، علشان أقدر أكمّل، لإن أنت طول السنة الcurve بتاعك هيبقى بيعلى ويوطى، ويعلى ويوطى، يعلى إنك تذاكر ويوطى إنك تيجي أيام عليك ما تذاكرش. ونصيحة منّي كأخ من أول السنة بلاش تمشي مع المُدرّس اللي يريّحك، بلاش تمشي مع المُدرّس اللي ماشي معاك من غير ولا خطة وزي ما تيجي، تيجي. اختار المدرس اللي يجبرك إنك تذاكر وتحل كتير، هو ده المدرس اللي هينفعك. فمبدئيًا لو أنت لسه بادئ تالتة ثانوي حاول تختار المدرسين بتوعك صح. الحاجة اللي بعد كده حدد عدد ساعات معينة للمذاكرة يوميًا، العدد ده ما يقلش مهما حصل، لو زاد عادي ولكن المهم إنه ما يقلش خالص. صدقني أنت لو عملت كده من أول السنة المذاكرة هتتحول لعادة يومية أنت بتمارسها كل يوم، والمذاكرة كمان هتبقى جزء من يومك، فنتيجةً لده طالما أنت هتذاكر باستمرار نسبة التراكمات هتقل، ومش هيبقى في تراكمات بإذن الله. الحاجة اللي بعد كده اعمل لنفسك ورقة اكتب فيها كل حاجة أنت بتاخدها أول بأول، يعني النهارده رُحت درسين، درس فيزيا ودرس أحياء، اكتب في الورقة إنك عليك درس فيزيا ودرس أحياء. بحيث إن طول ما الورقة دي قدامك أنت عارف إيه اللي عليك، وعارف إيه اللي لسه ما ذاكرتهوش، فبالتالي ده هيقلل من وجود تراكمات، لأن كل أمّا هتلاقي إن القايمة دي بتزيد هتحس إنك عايز تذاكر أكتر عشان تقللها وتخلّص كل اللي وراك، وكل ما تخلّص حاجة من المكتوب فيها شخبط عليها من الورقة. ميزة القايمة ديّة إنها تخلّيك مدرك كل الحاجات اللي عليك، وإيه اللي أنت خلّصته، وإيه اللي لسه محتاج إنك تخلّصه، فيبقى أنت كده داري الموضوع وعارف إنك تمسكه كويس. التزم بالخطوات دي وصدّقني إن شاء الله مش هيبقى في تراكمات طول السنة. وفي النهاية يا صديقي أتمنى إني أكون قدرت أوضّح لك الطريق كويس، عشان تبقى ماشي فيه وأنت فاهم ومدرك كل حاجة هتقابلك، وتكون عارف هتتعامل معاها إزاي. وعايزك تعرف إن تالتة ثانوي دي مش مجرد سنة دراسية، دي من السنين اللي هتتعلم فيها دروس كتير في حياتك، فعيشها بكل لحظاتها الحلوة والمرة. ما فيش حاجة مستحيلة ولكن في ناس مستعجلة تيأس،
فمع أول لحظة ضعف بيستسلموا ويرموا كل حاجة. العبرة باللي بيفضل جامد وقوي للنهاية حتى لو مش بيعمل أفضل حاجة، بس مع ذلك مستمر. يكفي إنه مستسلمش وعمال بيحاول ويعمل كل اللي يقدر عليه. وأكتر حاجة عايزك تخرج من الفيديو ده وأنت مدركها كويس، إن المجهود بتاعك والنتيجة بتاع ربنا، فأنت مطالب بالمجهود بس، وليس للإنسان إلا ما سعى. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عندكم أي أسئلة اكتبوها تحت في التعليقات. أشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.